واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن الاهلي وريال مدريد. طبعا لو انت جيت تقول لي كده في يوم من الايام ان بكره النادي الاهلي وريال مدريد هيلعبوا، الكلام ده لو كان من سنه كنت اقول لك ايه، اجري هتشوف انت رايح فين، ولا اجري تلعب في حته بعيد عن هنا، لان دي طبعا من الحاجات اللي احنا في مصر بنسميها من احلام العصر. بس النادي الاهلي نادي مشرف ونادي طموح، وما شاء الله يعني مقدمة ولا أروع في كأس العالم للأندية ودور ربع النهائي. النادي الأهلي تخطى نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في الدقيقة 88 بأقدام العالمي اللي هو دايما يفضل طول الموسم تعبنا، ويفضل طول الموسم تعب الإعلاميين كلهم. الناس كلها تقعد تقول لازم يمشي ولازم يعمل، ويجي في الماتشات اللي عمرها ما بتتنسي يخطف اللقطة ويخطف الجون علشان خاطر يفضل دايما في الأذهان، وهو محمد مجدي قفشة. والنهارده كمان من ضمن الضيوف اللي عندنا في الحلقة ومن ضمن المفاجآت ومن ضمن الحاجات المثيرة اللي اول مره تحصل هنا في القناه، معايا صديقي العزيز عمر خالد من اكبر مشجعي نادي ريال مدريد، وراجل كمان عنده قناه على اليوتيوب، والقناه ديت بيقدم عليها محتوى سياحي، وهسيب لكم اللينك بتاع القناه في الديسكريبشن. لازم تخشوا تشتركوا عنده وتقولوا له ان انتوا جايين من عندي هنا في القناه، وتابع معانا التغطيه بتاعه مباراه النادي الاهلي وريال مدريد. وهنتكلم النهارده عن نقط الضعف ونقط القوه، وهو كمان هيناقش معانا هل نادي ريال مدريد ليه فرص وليه مؤهلات كبيره جدا على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي هو اللي يقدر ان هو يخطف الماتش دوت اذا ركز على نقط معينه. هيكون معانا هو النهارده موجود في التغطيه، والراجل طبعا يعني ما شاء الله عليه الحته دي كلها معجونه كوره، والراجل يعني الليجا بتاعت اسبانيا كلها عند الراجل دوت وفي جيبه. فان شاء الله النهارده هيكون حلقه قويه جدا 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 جدا. عايزك تستعد وتجيب الحاجه كمان اللي انت هتشربها، سواء الشاي او القهوه، علشان خاطر تقعد كده وتتمزج. وما تنساش تحط اللايك المتين وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتسيب لي كومنت بفوز النادي الاهلي او فوز ريال مدريد وتوقعك للمباراه، وصاحب التوقع الصحيح هيكون ليه جايزه من القناه وهنطلع اسمه في الفيديو اللي جاي. وخليك معايا. اوكي عمور، عايزك تكلمني كمان عن ريال مدريد وتقول لي كده، يعني عايزك تقول لي تاريخ نادي ريال مدريد. عايزك تكلمني باختصار شديد عن ريال مدريد، ولكن مش عايزين نتكلم عن ريال مدريد ان هو النادي اللي الناس كلها بتشجعه، اللي هو النادي رقم 1 في العالم، اللي هو النادي اللي حصل على اكتر بطولات قاريه في العالم. لا، عايزك تكلمني عن ريال مدريد ان زيه زي سياتل لما جينا نجيب عنها معلومات، زيه زي اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه. وعايزك تعرفني اكتر عن نادي ريال مدريد. طبعا نادي ريال مدريد هو من اعرق الانديه الاوروبيه. اتاسس 6 مارس سنه 1902. نادي حصل على 35 دوري اسباني. 1902 هو كده قبل النادي الاهلي صح كده؟ قبل النادي الاهلي بحوالي 5 سنين مظبوط. حصل على 35 دوري محلي، 19 كاس ملك، 14 دوري ابطال اوروبا، ودي اعظم انجازات النادي ده. نادي حرفيا هو من اكتر النوادي العالميه في التاريخ. حصل على كل البطولات الممكنه. يعتبر هو افضل نادي في التاريخ. كمان كان عندهم اللاعب كريستيانو رونالدو اللي هو اللاعب الوحيد اللي جاب هاتريك في نهائي كاس العالم للانديه. تمام. طيب الهداف التاريخي كمان لكاس العالم للانديه. بالظبط. طيب انا كنت عايز بس الاول قبل لما ندخل على ريال مدريد عايزك تكلمني عن انجاز حسين الشحات اللي عمله، ان هو انضم لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكمان جاريث بيل، ان هو رابع لاعب ليهم في النسخ اللي سجل فيها، ان هو اللاعب رقم 4 على مستوى العالم في التسجيل في 3 نسخ في كاس العالم. هي حاجه شرف طبعا ان يكون لاعب مصري اصلا موجود في حته زي دي. انت بتتكلم اسماء زي كريستيانو رونالدو، ميسي، جاريث بيل. جاريث بيل ده اعظم لاعب ويلز جه في تاريخ ويلز كلها. كريستيانو وميسي طبعا لا جدال عليهم. ان يكون رابعهم حسين الشحات، فدي لا، دي حاجه تفتخر بيها. ويعني مع احترامي حسين الشحات لسه قدامه فرصه كمان ان هو يجي. طب انت شفت يا عمر التغييره اللي عملها مستر كولر في الماتش اللي احنا كنا بنتفرج عليه اللي هو بتاع سياتل، لما هو خرج حسين الشحات ونزل مكان حسين الشحات ناحيه اليمين بيرستاو؟ شايف التغييره دي من وجهه نظرك ايه؟ يعني شايف هل فعلا هو الراجل بيدي ثقه، ولا هل الراجل ده عمل كده عشان عايز يريحه الماتش ريال مدريد ويدفع بيه اساسي؟ شايف ما افتكرش كده يا علي، بس هو انا شايف ان ده خطأ اصلا عمله كولر، ان هو يغير الثلاثه اللي قدام. يعني لا، انت كسبت ماتش وعملت اداء عالي جدا، كسبت 3-0، لا كمل. يعني انت لعبت ب3 لعيبه ونزلت كهربا الشوط الثاني، ونزلت بيرسي تاو، ونزلت طاهر.
اديتهم ثقه وبتاع، بس انت طالما انت كسبت بلعيبه معينه لا كمل بيها. ناس كتير قالت كان في علامه استفهام كبيره جدا في الشوط الاول بين نادي الاهلي ونادي سياتل ساوندرز الامريكي. ليه الدنيا اتغيرت بعد الدقيقه 70؟ ليه الناس كلها بتتكلم عن ان الدنيا اتغيرت بعد الدقيقه 70؟ علشان كان انت كنت مديله الكوره، هو كان مستحوذ على الكوره، هو كان واخد ثقه عليك، انت لعيبتك كانت نازله خايفه في الاول، لما لقيت ان الفريق عادي اللعيبه لعبت. طب الماتش كان عادي جدا. هل بعد الدقيقه 70 في ناس بتقول علشان خاطر التغييرات لما رجع بقى احمد عبد القادر، ولما ابتدى ان هو يدفع بمحمد شريف، ولما ابتدى ان هو يرجع يعيد تنظيم الدنيا تاني، ابتدت ان الدنيا بقى خلاص تظبط، وابتدى ان النادي الاهلي يرجع لحالته الطبيعيه؟ هل انت شايف فعلا ان التغييرات اللي مستر كولر عملها وبالذات نزول قفشه، هل انت شايف ان ده غير من مسار الفريق، ولا انت شايف ان برضو التشكيله اللي هو نزل بيها قدام سياتل هي تشكيله تكسب سياتل ولكن ما كانش عندها الجراءه على سياتل؟ بص، هو النادي الاهلي متعودنا ان ال11 اللي في الملعب هم اللي بيكسبوا، سواء يعني كان حسين الشحات، سواء كان طاهر، سواء كان اي حد. انا شايف ان الماتش العامل المؤثر فيه هو الثقه. انت لما خدت ثقه على الفرقه دي قدرت تكسبهم وقدرت تعمل عليهم دقايق، يعني لعبت عليهم كوره من الاخر. صح. هم فرقه يعني قويه بدنيا، بس فنيا لا، هم مش اقوى حاجه فنيا، تقدر تكسبهم من اول شوط عادي جدا. لكن برضو خلينا نتفق ان تغييرات كولر ساعدت جدا في حاجه زي كده، في حيويه في الملعب، في كانت لعيبه يعني كهربا لسه مش مؤهل بدنيا ان هو يلعب 90 دقيقه كامله. حتى بعد ظهوره قدام الزمالك، قدام الزمالك. وبعدين لا، فرقه امريكا مختلفه تماما البدني عن الزمالك. طيب خلينا بقى ناخد الحلقه ونروح لحته تانية خالص، اللي انا يا جماعه جايب عشانها اصلا الراجل ده، ونتكلم طبعا. يعني الراجل لو عليه قبل ما يجي هنا قال لي بص ريال مدريد ما تكلمنيش عنها خالص. ليه يا عم في ايه؟ يقول لي مايوركا وفالنسيا ومش عاجبني الاداء. قلت له طب ده انت كسبت فالنسيا 2-0، برضه في نقط كده مش عاجباه وفي حاجات مش عاجباه، والنهارده كمان كان في ماتش وخسروا 1-0. طبعا عايزك تكلمني النهارده. ريال مدريد لعب قدام مايوركا، طبعا خسر 1-0 وحصل ركله جزاء لاسينسيو وطبعا ضاعت. شايف ان النادي الاهلي ممكن يستغل التعثرات اللي بيعملها ريال مدريد دي؟ والراجل برضو يعني ريال مايوركا برضو مش فرقه جامده قوي ومش فرقه بالقوه اللازمه، تمام؟ هل شايف ان النادي الاهلي يقدر ان هو يغلب ريال مدريد، ولا ده ماتش في الدوري ليه حسابات وده ماتش في كاس العالم ليه حسابات؟ طبعا ده ماتش وده ماتش، وده ليه حساباته وده ليه حساباته. النادي الاهلي طبعا يعني فريق كبير واكبر فريق في افريقيا، وعلى فكره يا جماعه انا من مشجعين النادي الاهلي زي ما بشجع ريال مدريد بالظبط، والماتش ده انا هكون بشجع الفرقتين عادي جدا، ولحد دلوقتي قلبي مش مختار فرقه معينه يعني، حتى ان يكون قلبي قريب ليها اكيد. لكن هو اداء ريال مدريد الفتره الاخيره متذبذب جدا من ساعه ما رجعت من كاس العالم، لا ومن قبل كمان كاس العالم باسبوعين الاداء متذبذب جدا. في برضه غيابات زي مثلا النهارده تيبو كورتوا، هو اي نعم ما اثرش كتير لان ما جاتش فرص قويه قوي علينا ان هي كورتوا يشيلها، بس عندك لاعب زي كريم بنزيما مؤثر جدا، عندك حتى لو مندي مستواه مش حلو بس انت بتلعب بكامافينجا باك، لاعب نص ملعب بيلعب باك. طيب احنا عرفنا ان في اصابات زي تيبو كورتوا، عرفنا ان في اصابات زي طبعا النهارده كان في ماتش ريال مايوركا كمان كافانفينجا وقف شويه وكل الناس قلقت وقالت ان ممكن ان يكون في اصابه او حاجه، بس اعتقد ان هو يعني الدنيا هتمشي للاخر، واعتقد ان هو هيلعب ماتش النادي الاهلي. ولكن السؤال هنا، هل انت شايف ان لاعب زي كريم بنزيما، هل انت شايف ان ده هيبقى غياب مؤثر في حال وجود ماريانو دياز؟ طبعا هو ماريانو دياز يعني ناسي الكوره، شوف هو بقاله قد ايه ما لعبش، ولما عندك امل ان ماريانو دياز ممكن يرجع في بطوله كاس العالم للانديه ويقدم اداء ويخلي كارلو انشيلوتي يبتدي ان هو خلاص يعتمد على الراجل ده ويبقى ده الراجل بتاعه الاول؟ بص هو ايا كان، وان ماريانو دياز ممكن يلاقي نفسه. انا شايف ان لا، حاليا ماريانو دياز هو نسي الكوره، هو قاعد في ريال مدريد بس يعني سد خانه، لان بنزيما لما بيجي مفيش حد مكانه ينزل، وفكره ان هو يكون الراجل الاول لانشيلوتي دي مستحيله، لان حتى لو انت جبت اعلى لعيب العالم هيقعد دكه كريم بنزيما. شايف ان الخطه اللي بيلعب بيها ريال مدريد 4-3-3، شايف ان الخطه دي هي اللي ممكن يبدا بيها قدام النادي الاهلي، ولا شايف ان هو قدام النادي الاهلي يعني اعتقد برضو ان النادي الاهلي حتى لو امكانيات افريقيه مصريه، حتى لو الامكانيات والقيمه التسويقيه مش نفس لعيبه ريال مدريد، شايف ان كارلو انشيلوتي هيستعد للماتش ده كويس قوي، وفعلا ممكن يكون عنده الحته اللي احنا بنقول عليها هنا في مصر، اللي هو عنده حته الخوف، عنده حته القلق، عنده حته الحرص، ولا شايف ان كارلو انشيلوتي ممكن يعامل النادي الاهلي انه يعني عادي، نادي هو مش في الاول وفي الاخر مش بنفس قوه الدوري الاسباني؟ اكيد. بص علي، انا عندي نظريه في الحكايه دي، ان دايما فرق اوروبا بتيجي كاس العالم للانديه تلعب كانه كرنفال، اوكي، تيجي حفله
هي مش نازله تكسر نفسها ومش نازله ولذلك تتعب وده نفسها. بسبب ان هم بيلعبوا ماتشين، نص نهائي ونهائي. بالظبط. هو كمان سيبك من ان هو نظام البطوله اللي هو غير عادل تماما. اوكي. بس لا، هو فرق اوروبا معروفه يعني. هو حتى قالوا لما انه انت هيتغير كسبت النظام البايرن، بعد كده. قالوا السنه اللي جايه او اللي بعدها تقريبا هيبقى 32 فريق في مجموعات وهكذا. مظبوطه. فلا يعني انت دلوقتي مثلا لما لعبت بايرن ميونخ هو كسبك 2-0 على الواقف. اوكي. كلنا شفنا ده يعني. حتى الاهلي ما راحش بكور كتيره، هو كسبك 2-0 على الواقف. هو بيبقى جاي يحتفل وياخد له كام صوره ويريح شويه كده من الضغط الاوروبي، لانك كمان هترجع بعد كده على دوري ابطال اوروبا. عندك ماتش ليفربول، ماتش على الورق هو سهل بس برضه مستوى الفريقين مش كويس. لكن لو هتيجي تقول ان هو هيعمل حساب للنادي الاهلي، هو النادي الاهلي الاكثر جماهيريه في القاره. عامل الارض والجمهور هيبقى معاه، لان المغاربه الصراحه عاملين يعني حفل اسطوري. في حاجات متداوله ان جمهور نادي الوداد، كمان كنا عايزين ناخد رايك في الموضوع ده. في حاجات متداوله ان جمهور نادي الوداد اتفق مع الالتراس وجمهور النادي الاهلي ان هم هيعملوا دخله هم الاثنين في ماتش الاهلي وريال مدريد. الدنيا مش احسن حاجه الفتره الاخيره مع الاهلي والوداد بسبب ان الماتش اللي حصل في النهائي وكده، وبسبب الحاجات اللي حصلت للنادي الاهلي، وبسبب ان الماتش اتلعب في المغرب وكل القصص دي. شايف ان الحاجات المتداوله دي لو اعتبرنا ان فعلا الموضوع دوت هيتعمل فعلا، وان فعلا ممكن يحصل تعاون بين جمهور النادي الاهلي وجمهور الوداد ويحصل دخله فعلا في كاس العالم للانديه، شايف ان دي ممكن تفرق مع النادي الاهلي في الملعب، ولا شايف ان ديت ممكن تاثر بالسلب على النادي الاهلي؟ هو صراحه هتفرق جدا جدا. عامل الجمهور هو من اكبر العوامل اللي بتخلي اللعيبه تلعب، بيخلي عندهم دافع. والصراحه المغرب يعني عامل جمهور جبار بصراحه، وبتلعب كانك يعني بتلعب على استاد القاهره. الملعب مليان على اخره، الجمهور بيزوم. الجمهور نفسه بيقول لما تبقى معاك الكوره سير 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 زي ما كانوا بيعملوا في كاس العالم. هم يعتبر بيردوا ليك الجميل في كاس العالم، لان العرب كلهم شجعوا طبعا المغاربه اخواتنا كلهم يعني. وطبعا بنوجه رساله من قلب الفيديو ده لاي حد من المغرب او من دوله المغرب. بنشكرهم طبعا على التنظيم الجامد جدا، وبنشكرهم طبعا على الاداء المشرف اللي هم عملوه في كاس العالم، لان الناس دي يعني تستحق طبعا. وكمان عايزه انوه عن حاجه معينه كمان، وهي ان في لعيبه منهم سفيان مرابط لسه كان على اعتاب برشلونه. مظبوط. لعيبه كلها ما شاء الله. وناحي هو تقريبا مضى في مارسيليا صح كده؟ سمعت كلام ان هو راح مارسيليا تقريبا. ما سمعتش الصراحه. فعندهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندهم بنيه تحتيه قويه جدا جدا جدا. والحارس المعروف طبعا بونو اللي كان سبب كبير جدا جدا في اللي هم وصلوا له. فبنوجه من هنا تحيه للمغرب وكمان للسعوديه اللي كسبت الارجنتين في اول مباراه، الدوله اللي خدت كاس العالم بقياده ليونيل ميسي. ولكن نرجع علي من عندك من النقطه دي، ان بعد كاس العالم ده انت ما بقاش عندك سقف توقعات. انت الاهلي ممكن ينزل عادي جدا زي ما المغرب كسبت بلجيكا، اسبانيا، البرتغال. عادي جدا انك تنزل ما تبقاش خايف من ريال مدريد. لا والمغرب كسبت بلجيكا واسبانيا والبرتغال وكمان في حاجه انا عايز اقول لك على حاجه، نقطه ان مثلا لاعب زي كريستيانو رونالدو دوت ممكن مثلا ان هو ينزل يلعب قصادي، دي صعبه. فانا ان انا اتخطاها دي حاجه كبيره قوي. اكيد طبعا. فلا انت يعني المغرب خدت طموح العرب كله ووديته في حته تانية، انك تقدر تلعب عادي مع اي دوله اوروبيه. انت نفسك كسبت بلجيكا صح، وانت قبل كده لما في كسبت بلجيكا وعلى فكره كنت قافل عليها كويس جدا جدا. طبعا ربنا يشفيه اكرم توفيق، كان قافل على كراسكو قافله يعني. لحد النهارده بنسال اكرم فين في جيبك يا اكرم، يقول لنا الجيب اللي في البيت. طبعا الماتش بالظبط، الماتش بتاع بلجيكا اللي احنا كسبناه، ناس كتير قالت ده ماتش ودي، مصر كسبت عشان ده ماتش ودي. بس يا جماعه طب ما المغرب كسبت وما كانش ودي. بالظبط، كسبت ايطاليا قبل كده وكانت بطل العالم يعني. بالظبط. لا وفي نقطه كمان، يمكن ما كسبتش البرازيل بس عملت قدام البرازيل ماتش كويس لحد النهارده محفور في الذاكره. ضربه الجزاء اصلا اللي جت لو حد تاني غير البرازيل بعد الوقت ده كله بالظبط ما كانش هتتحسب. بالظبط. ففي يا جماعه نقط معينه كده احنا لازم نؤمن بيها. يعني احنا بنتكلم ان النادي الاهلي ما ينزلش خايف ان دي ريال مدريد لان يا جماعه النادي الاهلي لما عمل الموضوع دوت مع نادي بايرن ميونخ يمكن الناس كلها قالت ده ماتش للتاريخ ومش لازم الاهلي يكسب وكده. بس انا شايف من وجهه نظري ان النادي الاهلي طالما بيوصل كاس العالم للانديه خلاص، انت خدت الثالث 3 مرات بالظبط. انا شايف ان احنا ممكن نوصل تاني واول. شايف طبعا ان انت ممكن تتخطاها. طيب شايف حظوظ النادي الاهلي ايه اذا تخطى نادي ريال مدريد؟ طب بص انا عايز اوجه بس الاول رساله لعيبه الاهلي ان هم ينزلوا يستمتعوا بالماتش.
أوكي. انت ما تنزلش مضغوط. بس احنا قلنا كده على ماتش بايرن ميونخ والناس نزلت وكانوا بس هم بيستمتعوا كل استمتعوا حاجه. لا ما هم نزلوا يا عمر برضو، ولما نزلوا الناس بقوا وكل اللي همهم في الاخر ان انا اخد شيرت مش عارف مين واخد جوانتي الحارس ايه. احنا يا جماعه ما تاني. اوكي ما تاني بتتكررش، برضه بس هل النادي الاهلي ما يقدرش ينزل يفرض شخصيته لا على دي نادي صعبة. لا، على دي نادي صعبة. ريال مدريد؟ لا دي صعبة. صعبة. هي شخصية البطل معروفة بتاعت مين. اي نعم طبعا الاهلي شخصية كبيرة جدا، بس لا يعني انك تفرض انت بتتكلم مش لعبك بتتكلم عشان صعبة. النادي الاهلي، انت بتتكلم عشان الامكانيات. في فرق كواليتي كبير لكن يعني. لكن كنادي النادي الاهلي طبعاً. رقم واحد في عيون المصريين بالظبط. لانه بيلعب باسم مصر. أكيد طبعاً. ولو الزمالك هو اللي في بطوله كاس العالم للانديه، نادي الزمالك هيبقى رقم واحد في عيون المصريين لانه بيلعب باسم مصر. واي نادي مصري عموما يلعب في البطوله ديت هو بيلعب باسم مصر، احنا أكيد. بنشجعه. بالظبط. ده اكيد رقم واحد. لكن انت بتتكلم كامكانيه، انا ما عنديش امكانيه ان انا اواكب لاعب زي فينيسيوس جونيور، لكن عندي حل ان انا استفزه. طبعا شايفين الفتره هيقطع لك الاخيره، التيشيرت. شايفين الفتره الاخيره ان هو بيستفز. انت شايف ايه لا. الموضوع ده؟ انا يعني حاسس ان في عنصريه شويه، حاسس ان في يعني حاجه هو مقصوده. نفسياً- طبعا الكلام متداول، ولكن يعني مش هيبقى معانا حد خبير زيك في ريال مدريد ومش هنساله. هو بص هو طبعا بيتعرض للعنصرية، دي حاجة يعني حاجة سيئة جدا طبعا. بس هو برضه لاعب كورة المفروض يعني يبقى اعصابه يبقى هادية شوية. أعصابه هادية. يبعد تماما عن جو. انت شايف ان لو لاعب زي علي معلول او لاعب زي محمد، طبعا اللي هيبقى ماسكه في ماتش الاهلي هو محمد هاني، شايف ان محمد هاني يقدر ان هو يعمل زي ما بيعمله في الدوري الاسباني، ويقدر ان هو يبتدي ان يستفزه في كذا مره، حتى لو على حساب انه ياخد كارت اصفر في مقابل انه ممكن يخرج لاعب باهميته بقيمه فينيسيوس جونيور من المباراه، ويبتدي ان هو يقتل لنا الجبهه الشمال دي خالص؟ ما طبعا ممكن، بس على حسب برضه الحاله النفسيه لمحمد هاني. هل ولا هو مش هيبقى شايف ان نازل محمد خايف هاني منه؟ ولا مش شايف ان محمد هاني عنده الامكانيه ان هو اصلا يواكب فينيسيوس جونيور بدنيا لا، والتحاميا؟ واكب ديفيز واكب كومان يعني. لا ممكن يعملها عادي جدا. هو اي نعم برضه فينيسيوس جونيور هو لاعب من امهر اللعيبه في العالم حاليا، كلنا متفقين على حاجه زي كده. طبعا. لا بس يعني انت تقدر. هل شايف خطورة ريال مدريد في الماتش هتبقى جاية من خط الوسط، سواء مودريتش في الصناعة، سواء توني كروس في الصواريخ اللي الراجل بيبعتها على المرمى، سواء اسينسيو لو ابتدي ان هو ينزل، فالفيردي. وطبعا فالفيردي ده غني عن التعريف يعني؟ ولا شايف ان خطورة ريال مدريد في ماتش النادي الاهلي هتبقى جاية عن طريق الاطراف، سواء بقى فينيسيوس او سواء ايا كان مين اللي هيبتدي المباراة دي؟ لان احنا مش عارفين كارلو انشيلوتي هيبتدي ان هو يعملها ككارنفال فعلا ويريح الناس عشان الليجا، ولا يبتدي ان هو ينزل بس سين. شايف ان الخطوره جايه منين، ولا شايف ان هي جايه من العرضيات والباكات؟ انا شايف ان كارلو انشيلوتي هينزل يلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها، وهيبقى يحسسها ان هي كارنفال عادي جدا، ومش هيحسس اللعيبه ان يعني انتوا عليكم ضغط. لا انتوا رايحين ريحوا شويه لان هترجعوا على ماتشات مهمه زي دوري الابطال. ودي مين تقريبا دي المدرب الحاجة بتاع ريال مدريد، المعد البدني بتاعهم؟ المعد البدني طبعا انطونيو بينتوس. شايف ان انطونيو بينتوس هيحضر الفرقه دي بدنيا للماتش، ولا شايف ان هو ممكن يشوف ان مباراه النادي الاهلي ديت مش هلعب عليها بنقطه البدني، انا اقدر اخلص من اول شوط؟ هو كاعداد بدني، هو انت فرقتك حاليا الصراحه واقعه بدنيا، محتاجه الفتره الجايه. ده واقع بدنيا علشان خاطر ماتش اوكلاند وسياتل اللي هم في اوقات متقاربه ودخل عليها كمان ريال مدريد، ولا هي واقعه بدنيا من قبل كاس العالم للانديه؟ هو عموما الدوري المصري بيضغط اللعيبه جدا، بيبقى مفيش نظام في الدوري المصري، فده بيضغط اللعيبه. احنا لسه ما دخلناش افريقيا بس لا انا شايف ان يعني بدني بتاع الاهلي ممكن يجاري شويه ريال مدريد في الاول، بس بدايه الشوط الثاني بقى لا لعيبتك هتبدا تتعب، هتبقى محتاج تغييرات. دكه الاهلي لازم تبقى جاهزه الماتش ده كويس لريال مدريد. الماتش هيبقى طبعا محتاج ان انا ابتدي اعمل تغييرات سريعه، مش هينفع قدام ريال مدريد ان نوصل للدقيقه 80 عشان استنى اعمل تغيير. لا انت ممكن في الدقيقه 60 65 بالكتير، ممكن مع بدايه الشوط الثاني كمان بالظبط. وبعدين ماتش زي ده خط النص هيبقى عليه عامل كبير جدا. طيب عمر، محتاج ان انا اسالك سؤال مهم جدا علشان خاطر نكون خدنا كل الاسئله. شايف ايه اهم لعيبه ممكن تبدا الماتش، وشايف ايه التشكيله اللي ممكن النادي الاهلي يبتدي بيها؟ لا اللي ممكن النادي الاهلي يبتدي بيها، احنا هنخلينا دلوقتي عشان خاطر احنا بنتكلم في شق النادي الاهلي وبندعم النادي الاهلي طبعا. شايف ايه التشكيله اللي ممكن النادي الاهلي ان هو يبتدي بيها المباراه ديت من التحت للفوق كده، زي ما حفيظ دراجي بيقول من الفوق للتحت؟ هتبقى الشناوي اكيد. وده عامل ثقه كبير جدا. وفي النص اكيد متولي ومنعم. هيبقى متولي ومنعم ومحمد هاني ومعلول، لان انت ما عندكش بدايل طبعا.
وعندك خط النص، انا شايف ان ديانج لازم يبدا الماتش ده من غير اي، طبعا هو قدام سياتل فقد كوره كتير، احنا لما حتى عملنا لو فقد الاحصائيات الكوره طبعا بس فقد الكرة. بدنيا هو قادر هيقدر يجاري الناس جدا دي. جدا، هيقدر يجاري واحد على فكره زي قبل كروز ده. قبل تسجيل الفيديو كان متداول ان جاي له عرض من برشلونه انا سمعت حاجه زي في كده. صحيفه بلجيكيه انه جاي له عرض من برشلونه شفتها. علشان خاطر يعوضوا الصفقه بتاعت امرابط المغربي اللي هم ما قدروش يجيبوه بسبب يعني التعثرات الماليه اللي عندهم. هل شايف كمان قبل ما نحط التشكيله بما اننا خدنا الموضوع ده، شايف ان انتقال اليو ديانج من النادي الاهلي الى نادي برشلونه الاسباني كاول مره في التاريخ ان تحصل صفقه زي كده، هل شايف ان دوت حاجه كبيره جدا جدا جدا، ولا شايف ان دي حاجه عاديه، فرقه عاديه؟ لا طبعا مش فرقه عاديه. وبعدين حصل قبل كده برضو اليو ديانج اتشاف من كشافين مانشستر يونايتد. اكيد بالظبط. فلا يعني ومحمد هاني من اتشاف قبل كده برضو من بروسيا دورتموند، وكان كذا حد محطوط عليه العين. فكره ان انت اصلا يبقى والفتره اللي اتكلموا عليها على صالح محسن لما قالوا صلاح محسن ليفربول ومحمد صلاح بالظبط. انت عندك خامه كويسه في الدوري المصري، مش كتيره بس لا عندك خامات كويسه تقدر ان انت تنافس بيها. فكره اصلا ان يكون كشافات بره، كشافات اوروبا موجودين جوه النادي عندك، فدي حاجه كويسه جدا. حتى لو في اشاعات كتيره بتطلع، بس فكره ان انت تبقى موجود على الساحه، لا دي حاجه عظيمه اكيد. طيب نرجع لمرجوعنا التشكيله. عايزك تحط لي دلوقتي التشكيله اللي هتظهر قدام الناس على الشاشه، تشكيله النادي الاهلي اللي هو لو لعب بيها قدام ريال مدريد ممكن ان هو يجاري الناس دي. تمام، هنبدا زي ما قلت لك الشناوي ومتولي ومنعم، هاني ومعلول، هيطلع قدامهم ديانج والسوليه. وعندك كمان لازم، شايف الماتش ده بتاع حمدي فتحي هيبقى وهو يعني الفتره الاخيره يعني انت مش هتبتدي بمحمد مجدي قفشه؟ لا انا ما ضد محمد مجدي قفشه في هذا الماتش، لان محمد مجدي قفشه بيتقل على الكوره جدا، وانت مش هتبقى قادر انك تجاري ريال مدريد في حته زي كده، انك تفضل واقف على الكوره. بس ده محمد مجدي قفشه يعني انا شايف ان هو الراجل طبعا بعد الجون اللي جابه هيرجع له الثقه. مش محمد مجدي قفشه ممكن شويه ان هو يبتدي ان هو يعمل غزاره، ان هو يبتدي ان هو يعمل بصفته ان هو بلاي ميكر وصانع العاب، يبتدي ان هو يوزع لعب في شتى الملعب ممكن. بس انت مش هتمسك كرة قدام ريال مدريد، مش هتمسك كرة قدام لوكا مودريتش وتوني كروس. اوكي، دول ملوك الحاجه زي كده. اوكي. وحتى لما بيسيبوا لك، وحتى لو بيسيبها لك بمزاجه وبيلعب على المرتد زي ما شفنا في دوري الابطال اللي فات. اكيد. فلا انا شايف ان انت تبدا ما تبداش بمحمد مجدي قفشه، تسيب محمد مجدي قفشه لحد مثلا اخر 20 دقيقه ولا حاجه. تمام. لما لعيبتك تبدا تستنزف وهتلعب، انا شايف ان ماتش زي ده عبد القادر يلعب، وقدامهم محمد شريف. انا ما افضلش كهربا في ماتش زي ده، وعلي بن حسين الشحات. ابدا بزي الماتش الاول اللي لعبت فيه. يعني انت عايز النادي الاهلي يلعب بنفس التشكيله اللي هو عملها قدام اوكلاند سيتي، واللي هو ابتدى يكسب بيها اوكلاند سيتي 3-0. ده اللي انا عايزه. بس اعتقد ان كولر ممكن يعني يفكر في حلول دفاعيه اكتر ممكن، بس انا ما اتمناش ان هو يلعب في حاجه زي كده. ممكن يعني ينزل خط نص رابع يبقى يلعب. شايف ايه المفاجاه اللي ممكن كارلو انشيلوتي يعملها في التشكيل؟ لا ما فيش مفاجاه، بس انت ما عندكش لعيبه تلعب، يعني ما هم ال11 ما فيش غيرهم. اوكي. هتلعب برضو بكامافينجا، و هتحط بقى روديجر وقلبه النهارده نزل. يعني انت تقصد ان كل حاجه بالظبط مودريتش هل هيبدا بفالفيردي؟ اكيد بنسبه كبيره. يعني انت ما عندكش برضو بديل لفالفيردي قوي. يعني انت شايف ان هو مش هيبقى فيه ممكن كمان يطلع بفالفيردي كجناح، هو بيلعبها كذا مره. اكيد. طب هل انت شايف ان هو هيبدا بماريانو دياز الماتش ده، ولا شايف ان صعب؟ لا انا شايف ان رودريجو يبقى احسن. رودريجو احسن اكيد، حتى لو هو مش سترايكر اللي هو رقم 9، بس هو كفولس 9 اللي هو هيتحرك تحت. طيب شايف ان المباراه ممكن تبتدي الاول تروح لصالح مين وبعد كده تبقى لصالح مين، ولا انت شايف ان احداث المباراه كلها في ايد ريال مدريد؟ انا شايف ان لا، احداث المباراه اغلبها هيبقى في ايد ريال مدريد. شخصيه الاهلي هتفرض عليه ان هو لازم يلعب بين كل فتره والتانيه كده يلعب له 5 دقايق. اوكي. يمسك بيهم شويه كوره، يهدي اللعب. مظبوط. وانا اتمنى ان الماتش ده يكون ممتع للعين ويبقى فيه اجوان كتيره. يعني أكيد. انا اتمنى مثلا يبقى فيه مثلا 1-1 والماتش يطول كمان، يبقى اكسترا تايم، وتبقى حاجه شرف جدا طبعا. اكيد طبعا، ده حاجه هتفضل في التاريخ يعني. اكيد، يعني انك لعبت اصلا ريال مدريد ده هتفضل في التاريخ. صح. في ماتش رسمي. صح. شايف من وجهه نظرك نادي ريال مدريد ولما يجي ينزل يلعب الماتش ده بالذات قدام النادي الاهلي، شايف القلب عندك هيروح لفين؟
انت راجل اهلاوي ومدريدي طبعا زي ما احنا عارفين. القلب عندك هيروح لمين؟ هيروح للاهلي ولاعيبته المصريين اللي المفروض ان احنا هنا يعني معاهم من مصر، ولا هتروح لريال مدريد النادي اللي احنا من واحنا صغيرين بنتابعه بسبب الاسطوره بتاعته كريستيانو رونالدو؟ ولا شايف ان لا هنا خلاص بتبتدي بقى انه حته ان انا كمصري، ولا انت عندك العاطفه بتاعت ريال مدريد بتغلب؟ شايف ان انت هتبقى مع مين؟ بص، هو انا الفتره الاخيره الصراحه كنت بشجع ريال مدريد اكتر بسبب ان حقوق الدوري المصري كان سيء جدا جدا. يعني الدوري ما اتفرجش عليه. عارف ان ريال مدريد هي 50 50 يعني القلب مش مايل حد. يعني انا لما الماتش يبدا بقى ممكن قلبي يميل لحد. يعني لا يكسب اقول له مبروك، ولا يخسر اقول له مبروك. ولكن احنا طبعا قلوبنا كلنا كمصريين، اكيد اي حد في مصر عموما، سواء انت بتشجع نادي ايه، احنا بنشجع النادي اللي بيمثل مصر. النادي اللي بيمثل مصر اسماعيلي، اهلي، سموحه، انبي، زمالك، محله، ايا كان النادي ايه هو، احنا بنشجع النادي اللي بيمثل مصر. والنادي اللي هيمثل مصر في كاس العالم للانديه وبيمثله في نص النهائي هو النادي الاهلي المصري. قبل ما اقفل معاك الحلقه بتاعتنا وقبل ما انهي معاك الكلام، عايز اسالك على كذا نقطه ليها علاقه بلاعيبه النادي الاهلي. شايف من وجهه نظرك لو النادي الاهلي جاب جون في اول 30 دقيقه، شايف الماتش ممكن يروح لفين؟ شايف ان الماتش هيبقى النادي الاهلي هيرجع تكتل دفاعي كبير، هيحاول يعني يلعب على هيبتدي ان هو يعمل زي ما اغلب فرق الدوري بتعمل قدامه. ده طبيعي جدا، وهيحاول بقى ان هو. شايف ان ده صح ولا شايف ان النادي الاهلي لو جاب جون يبتدي ان هو برضه يلعب بشخصيته على نادي ريال مدريد ويفرضها ويبقى عايز انه يجيب التاني كمان؟ لا، هو في فرق امكانيات يعني، خلينا متفقين على ده. حتى لو انت عندك شخصيه، وحتى لو انت انا عايز اروح معاه لنقطه ان النادي الاهلي ممكن يركب ريال مدريد في الماتش، وان النادي الاهلي ممكن يعني يجبر ريال مدريد ان انا الاهلي، انا البطل، انا الشخصيه اللي هتسير على كل الفرق. لكن ريال مدريد يعني انا بحاول ان انا اوصل لنقطة ان ريال مدريد متعثر من مايوركا. ريال مدريد هو التاني في الدوري، مش في احسن حالاته. ريال مدريد يعني زي ما كلنا شايفين هو فعلا في الوقت ده هو مش في احسن حالاته. اصابات كتيرة ضربة الفرقة، ويا عالم الكام يوم اللي جايين دول هيبقى ايه اللي موجود، وهيبقى في اصابات تانية ولا مفيش. فانا بكلمك من النقطه دي، هل النادي الاهلي ممكن يوصل لنقطه في الماتش انه يركب نادي ريال مدريد وان هو يبقى اعلى من المستوى اللي كان بيلعب بيه قدام بايرن ميونخ، ولا شايف ان هو ريال مدريد هيفرض الشخصيه اكتر كمان من ما فرضت بايرن ميونخ؟ لا، مش هتبقى اكتر من فرضت بايرن ميونخ. انا اعتقد ان ماتش زي بايرن ميونخ ده اداك دفعه ان انت عادي، ان هم لعيبه بشر زي بايرن ميونخ ساعتها كانت سفاحين يعني. كان ساعتها برضه اقوى الفرق في التاريخ يعني ما شاء الله، يعني كانوا عندهم 8-2 برشلونه يعني اقل حاجه. لا طبعا فلا انت الفريق ده على الكل. لكن فانت تخرج منه 2-0 وفي بطوله كاس عالم، انت ده اديتك ثقه. فانت ممكن الماتش ده تبقى اهدى، العب زي ما قلت لك، العب استمتع باللعبه، ما تبقاش مرعوب من ريال مدريد. انزل والعب. وريال مدريد زي ما انت قلت النهارده خسر من مايوركا، يعني ما مين يسمع عن مايوركا. توقعاتك للماتش؟ توقعات الماتش اتمنى ان الاهلي يجيب جول، ودي هتبقى حاجه اسطوريه. اديني توقعات واديني ماشي. اديني توقعات واديني اسم اللعيب اللي هيسجل من النادي الاهلي اللي انت بتتمناه ان هو يسجل. حسين الشحات هو يبقى اعلى من جاريث بقى يخش في المنافسه دي. طيب قبل ما نقفل الحلقه بتاعتنا، عايز اسالك سؤال على كاس العالم للانديه سريعا، واروح بيك للنقطه الثانيه، وهي طبعا احنا بنتكلم وخلصنا خلاص موضوع الاهلي وريال مدريد. هنعرف بس حاجه اخيره، الهلال السعودي طبعا كسب بركلات الجزاء نادي الوداد المغربي. مستنيينك في الثالث والرابع. تمام. عايز اسالك سؤال، شايف ان نادي فلامينجو البرازيلي اللي هيقابل نادي الهلال السعودي هيقدر ان هو يصعد للنهائي، ولا نادي الهلال السعودي عنده الامكانيات ان هو يصعد للنهائي، خصوصا ان نادي الهلال السعودي في اخر مباراه ليه في كاس السوبر السعودي خسر 1-0 من نادي الفيحاء، وهو مش في احسن حالاته. البطوله اللي طبعا اتوج بيها نادي الاتحاد، وابتدى ان هو يعني خلاص نادي الاتحاد ما شاء الله عليه. طبعا مش عايز افتح في نقط تانية بره الموضوع، ولكن عايز اعرف منك، هل نادي الهلال قادر ان هو يكسب فعلا نادي فلامينجو البرازيلي وتحصل المفاجأة، ولا فلامينجو البرازيلي لعيبه برازيليه؟ انا شايف ان مبدئيا كده مبروك للهلال طبعا، وهارد لك للوداد. شايف ان الهلال عمل يعني
شوط كويس جدا ان هو يعدي من صاحب خصوصا ان الارض. هو استرد من عنده محمد كنو وسط ملعب منتخب السعوديه قوي جدا جدا. اكيد. بس هو عمل برضو يعني عدى بمرحله كويسه ان هو كسب صاحب الارض. دي مش سهله. انت الملعب كله كان بيشجع الوداد، حتى جماهير الرجاء في منهم شجعوا. السيناريو كان صعب بصراحه، فلا انت ولكن مبروك الكل طبعا. بس انا شايف ان لا، ممكن عادي جدا يعدي فلامينجو عادي. ماتش هيبقى صعب، ماتش هيبقى بدني تقيل وكمان فنيا تقيل، بس لا الهلال يقدر. ولكن مرجحه لفلامينجو. اكيد مرجحه لفلامينجو، بس لا امكانيات يعني امكانيات اوروبيه. بس دي يعني مثلا لو هنقول ان ريال مدريد هيكسب الاهلي بنسبه 70%، لا ممكن يكون الماتش ده 55 45 مثلا. اوكي 60 مثلا 40 بالظبط. اوكي. طبعا سالناه عن كل حاجه، سالناه كمان عن توقعاته للمباراه. انا بالنسبه لي اتوقع ان شاء الله ان النادي الاهلي هيكسب نادي ريال مدريد بنتيجه 1-0، وان شاء الله باذن الله. يا عم لو كسبت 1-0 ليك عندي تيشيرت الاهلي ده يعني. طب يا جماعه بقى ثواني بقى يا جماعه، عشان ده احتفال على فكره. الكلام ده موثق حالا ده والله ما متفقين عليها. الراجل قال ان لو النادي الاهلي كسب نادي الريال مدريد هتجيلي هنا، هجيلك هنا ونعمل حلقه بفوز النادي الاهلي على ريال مدريد، وتسلمني التيشيرت اللي انت بتقولي عليه. تمام. طبعا هو يعني بالنسبه له هو عمال بيقول طبعا امكانيات ومش امكانيات وكده، وهو حاسس اصلا ان ريال مدريد هتكسب 5-6 فاهم. بس انا بقى بقول لك اهو مش الدرجه دي يعني 2 مثلا 3. هو انا قلت لك 2-1 كويس. 2-1 لا ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب 1-0، وان شاء الله اللي هيجيب الجون واحد من الثلاثه دول، يا اما كهربا لان ده حبيبي يعني. لا انا بحب محمود كهربا، وبحس ان هو مكافح شويه. انا بحسه لاعب مشاكل. ممكن انا ما بحبش ولكن احنا هنا يعني عايزين انا بحس ان هو بيخاف على النادي الاهلي شويه. هو كان بيخاف على الزمالك برضه عارف يعني. طيب انا اتمنى طبعا ان النادي الاهلي يفوز 1-0، واتمنى كمان ان النادي الاهلي يعمل مباراه مشرفه للكره المصريه كلها، واتمنى كمان ان انا اخد التيشيرت اللي الراجل ده وعدني بيه عشان خاطر نصور بيه الحلقه اللي جايه، ونلقاكم بعد مباراه. اوكي بس لو الماتش وصل ضربات جزاء قلبك هيبقى عامل ازاي؟ لو الماتش وصل ضربات جزاء اصعب حاجه ممكن امر بيها في حياتي ان الماتش يوصل ضربات جزاء. توتر رهيب. بس لو الماتش وصل ضربات جزاء كورتوا مش هيلعب. انا بقول لكم هنا اهو، لو الماتش وصل لمرحله ضربات الجزاء مبروك فوز النادي الاهلي على ريال مدريد بسبب حارس مرمى ريال مدريد. اوكي ده قولا واحدا. ثانيا بسبب الغيابات. تمام. وكمان ثانيا بسبب الغيابات عندك برضو ثالثا بقى بسبب الاسطوره محمد الشناوي حارس. وهنا مش بنتكلم عن حارس النادي الاهلي، لا ده احنا بنتكلم عن حارس منتخب مصر، حارس العريق، الحارس المخضرم محمد الشناوي، اللي بنوجه له من هنا لو هو شايف الفيديو بنوجه له من هنا تحياتنا، وبنقول له شد حيلك يا شد حيلك علشان خاطر فينيسيوس ما بيرحمش، شد حيلك عشان فالفردي بيشوط من بره، الناس دي بتشوط من بره يا شن. تمام. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، وبكده نكون قلنا كل حاجه ممكن تخص المباراه. نلقاكم بالمره اللي جايه بعد ان شاء الله باذن الله فوز النادي الاهلي على ريال مدريد، ونلقاكم في حلقه قادمه، وسلام يا عسل. سلام يا باشا.